السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنرحب بكم خوتي العزاز في هذا الفيديو، هذا الموجز الإخباري اللي كما عودناكم نتحدثوا على آخر أخبار المنتخب المغربي المتواجد الآن في الديار القطرية، المشاركة في نهائي كأس العالم 2022. أول حصة تدريبية رسمية كانت البارح الاثنين بعد الزوال. كان الهدف ديالها هو إزالة العياء للاعبين المتواجدين مع في النخبة المغربية، والتأقلم مع طقس قطر في هذه الفترة من السنة، في انتظار التحاق باقي العناصر اللي عندهم التزامات مع فرق ديالهم أوروبية في آخر دورة قبل بداية المونديال. هذه الحصة التدريبية كانت في ملعب الدوحة، ملعب نادي الدحيل بالدوحة. لماذا نادي الدحيل؟ لأن وليد الركراكي كان مدرب تقني لهذا الفريق، وحصل على مع هذا الفريق ببطولة نجوم قطر في هذا الموسم 2020-2021. بقات علاقة طيبة مع مسؤولي النادي، فتعبيرا عن عربون المحبة والاحترام لهذا المدرب عطوه النخبة الوطنية التيران الرسمي ديالهم باش يدربوا فيه، وتكون أول حصة تدريبية لهم بالدوحة. كما تنشوفوا في هذه الصور، يعني كان هناك دراري ترينيو وفي وجوههم ابتسامة والضحك. أول صور لحمد الله بعد عودته للمنتخب، لعب ميسا دخل مع أصحابه وبتلقائية ناشط ضحك حتى هو. وهذا يدل على أن الوليد، على أن حمد الله يعني منسجم مع المجموعه. وهذه رساله لشي وحدين اللي بغا يصطادوا في الماء العكر، وقالوا ان حمد الله ما غاديش ينسهر مع المجموعه، وهو عنده مزاج حاد متعجرف وتيخلق البلباله. وبازوا على القول ديالهم ما جرى في معسكر النخبه، يعني استعدادا لنهائيات كأس إفريقيا مصر 2019، حيث كان هناك واحد الخلاف بين حمد الله ويونس بن الهندة وفيصل الفجر، وهذيك ضربة جزاء معروفة مشهورة. وقالوا أنه حمد الله ما غاديش يطول مع المنتخب وغادي يقدر يخلق البلبلة. وحنا شفنا يعني في الأيام الماضية أن حمد الله قدم اعتذار ديالو للجمهور المغربي والمسؤولين في الجامعة الكرة المغربية، وقال في برنامج تلفزيوني سعودي اكشن وليد، مسمى اكشن مع وليد، انه يعني نادم على ما التصرف اللي دار، وهذاك التصرف جاء عن فترة غضب وبدون تفكير، واثر عليه وكان نقطة سوداء في المسيرة الكروية ديالو، وما كانش يفكر في العواقب من بعد. وكانت العواقب فعلا كانت صعيبة عليه، انه تحرم من المنتخب مدة 3 سنوات. و يعني تيقدم الاعتذار ديالو، جا تقديم الاعتذار قبل اللائحة النهائية اللي اختارها وليد، 26 لاعب اللي غادي يمثلوا أسود الأطلس في مونديال قطر. ويعني الجمهور المغربي تقبل هذا الاعتذار، وكذلك المسؤولين. وكما تشوفوا دابا الصوره، راه سيد خدام مع العناصر المنتخب. وكما قال في التصريح ديالو، غادي نعطي يعني كل ما عندي من اجل مساعده المنتخب باش نديروا نتائج ايجابيه بهذا المونديال ان شاء الله. نتمنى لهم التوفيق ويكونوا دائما ناشطين ضاحكين. وكما تشوفوا كذلك هناك بوفال تيتمرن بشكل عادي، يعني الاصابه اللي كانت تعرض لها الحمد لله شفى منها. وناحي كذلك واخا باقي يدير هذاك الضماده على النف ديالو، لانه تصاب بكسر في التدريب مع فريق ديالو اونجي الفرنسي. يعني العناصر الحمد لله راه كاين واحد الانسجام بيناتهم. نتمنوا لهم التوفيق في المونديال، ويديروا نتائج ايجابيه اللي ترضي هذا الجمهور عريض اللي غادي يساندوهم لا في قطر لا في يعني خلف الشاشه ان شاء الله. ويكون قلوبنا معهم يديروا يعني يمشيوا بعيد في هذا المونديال. وفي خبر اخر، هناك بعض المنابر الاعلاميه تناولت ان وليد الركراكي وجه الدعوه لابراهيم عبد القادر دياز باش يعوض حارث، وهذا خبر غير رسمي، لا من وليد لا من مسؤولي الجامعه. تبقى تكهنات، رغم ان اللاعب عنده
جنسيه مزدوجه مغربيه اسبانيه، لانه تزاد في مالاغا وتكون في فريق مالاغا، معار من نادي ريال مدريد. رغم انه مغربي، الاب مغربي، كانت الدعوه وجهت ليه مع رينار، هيرفي رينار، في 2017 باش يلتحق باش يلعب مع المنتخب في كأس العالم بروسيا 2018، لكنه رفض. كان رينار في ذاك الوقت مشى حضر الديربي اللي كان مع الفريق اللي كان جرى مع الفريق ديالو، مانشستر سيتي مع مانشستر يونايتد 2017 ديسمبر 2017، والتقى مع الوالد ديالو واللاعب، ولكن اللاعب رفض التمثيل للمنتخب المغربي، وفضل يبقى يمثل المنتخب الاسباني، حيث لعب مع الفرق، يعني مع المنتخب الاسباني اقل من 17 عام، وشارك مع المنتخب اقل من 17 عام في كاس اوروبا، ومشى معهم حتى النهايه، ولكن خسروا مع البرتغال في ضربه ترجيحيه. والان دابا تيلعب في يعني المنتخب الاسباني الاول. يعني هذا الخبر غير صحيح. تتبقى الوالد الركراكي يعني الصلاحيه باش يختار اللاعب اللي غادي يرومبلاسي حارث من اللائحه الاحتياطيه، ليست ريزيرف اللي دارها مع الستاف ديالو. 52 لاعب غادي يختار احد اللاعبين هنا، ويعني كنت تكهنات تعطي الوالد انه يختار واحد من ثلاثه، اما يوسف بالهنده اللي هو وسط ميدان نفس البوست ديال حارث، ولا لاعب هجومي كسفيان رحيمي وايوب الكعبي. تبقى كل يعني الحظوظ الكبيره تكون ليوسف رحيمي، لانه برز مع العين الاماراتي في هذا الموسم وتالق بزاف، دونك غادي يقدر وليد يحتاج ليه يرومبلاسي حارث. في نفس الموضوع ديال حارث، يعني هناك خبر تيقول ان فوزي القجاح وجه دعوه رسميه للحارث مع الاب ديالو انهم يحضروا كاس العالم مع الزملاء ديالو، يكون وحدهم يشجعهم في منصه تشجيع، ويكون يعني قرب اللاعبين ديالو، رغم انه تحرم من هذه الاجواء ديال المونديال وهو لاعب. الجامعه ارتأت انه تتوفر يعني تعطيه هذه الفرصه انه يعيش هذه الاجواء المونديال يعني مباشره مع اللاعبين ديالو، ويكون سند ليه. اصدقائي واخواني الاعزاء، كنتمنى تكونوا استمتعتم بهذا الفيديو، كان خفيف ظريف على قلوبكم، وكنتمنى تعطوني الاراء ديالكم من خلال التعليقات. الخوت اللي مازال ما داروش لينا لايك، نتمنى ديروا لهذا الفيديو لايك لكي يصل لكل المغاربه. الناس اللي باقي ما اشتركوش في القناه، تنتمنى من اعماق قلبي توركوا على زر الاشتراك في القناه ليصلكم كل جديد من الاخبار المغربيه والعالميه وما يخص المنتخب المغربي لكره القدم. اخواني الكرام، تهلاو ليا في راسكم بزاف، موعدنا في فيديو قادم ان شاء الله. كان معكم اخوكم مصطفى من قناتنا وقناتكم مصطفى نيوز. السلام عليكم.